السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايلكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي، ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. زي ما انتم شايفين حضراتكم يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يبارك يا رب ليا ولكم أمة محمد أجمعين، ويرزقنا ويرزقكم جميعا الخير. في حد سألني وقال لي أنت هتحضني السمان الرومي، هتحط الرومي مع السمان من غير تحضير؟ يا حبايب قلبي السمان ده طالع عمر يومين دلوقتي حالا، وأنا حاطة معاه الرومي من امبارح. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان طالع لنا كتكوتين امبارح، الأسود اللي ورا هناك ده والأبيض ده، وطالع لنا النهارده الكتكوت الاسود زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. بسم الله ما شاء الله، الرومي بطبيعته بيبقى حجم كبير جدا عن السمان وعن الفراخ، فربنا يبارك يا رب. يعني ممكن احط رومي احضنه مع سمان عمر 10 ايام عادي، ما فيش اي مشكله خالص. وفراخ كمثل برضه احطها مع سمان عمر 10 ايام وياكلوا ويستقبلهم مع بعض، ما فيش اي مشكله بالنسبه لنا خالص. فربنا يبارك للجميع ويرزق الجميع الخير يا رب، اللهم امين. زي ما انتم شايفين حضراتكم السمان حيويته عاليه جدا جدا وحركته سريعه جدا جدا، فربنا يبارك. فانا بقى عشان طلع لنا فرخين 3 فراخ رومي، فقلت لا بقى لازما نحط لهم حاجه كويسه جدا جدا تظبط الدنيا عندهم والكالسيوم اللي احنا محتاجينه للطيور بتاعتنا. فسلقت لهم بقى كام بيضه كده، سلقت كميه بيض احط للرومي اللي هو موجود الجهه التانيه في الاوضه، ونحط الايه للرومي ده. فربنا يبارك. والسمان برضو بيحب البيض بطريقه جميله جدا جدا، فربنا يبارك للجميع ويرزق الكل الخير يا رب، اللهم امين. زي ما انتم شايفين حضراتكم اهوت، هنفركه كده ونحطه في قلب العلفه، نشمعه مع العلفه كده عشان الطيور كلها تستفاد. ما بحبش افتح السلاكه ده اصلا لما بيكون فيها سمان صغير، مش بحب افتحها خالص نهائي. السمان بيتأنزح وبتنطط في المكان وما بيخلينيش اخد حريتي وانا بعمل له العلف. زي ما انتم شايفين حضراتكم اهوت، ده الفراخ هتاكل والرومي هياكل والسمان هياكل، وكل الدنيا هتبقى هيصه مع بعضها في الوجبه دي. الوجبه دي جميله جدا جدا، سواء السمان لرومي لفراخ، ممتازه جدا جدا. انت لو ربيت السمان من عمر يوم على بيض اتفرج عليه، والله العظيم هيديكي نتيجه مبهره جدا جدا ونتيجه جميله. فربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله، ويرزق الجميع الخير يا رب، اللهم امين. احنا حطينا عشان الرومي الصغير، لو ما عندكش بيض ما انصحكيش انك تعمله بيض، لان لو عودت الرومي على البيض لازم كل يوم تدخلوا له بيض. فلو ما عندكش بيض ربيه على العلف عادي، مفيش اي مشكله خالص. الرومي يا جماعه بتربى على البيض، علف على البيض، عفوا على العلف بدون بيض وبدون اي حاجه، مفيش اي مشكله بالنسبه لنا خالص. فلو ما عندكش بيض وهتشتري، ما انصحكيش ان انت، لان هيكلفك بيض كتير. انما بالنسبه لي انا يعني ايه، بيبقى عندي بيض فرزه وكده، فانا ببدا احط منه رود الطيور بتاعتي، فما فيش اي مشكله بالنسبه لي خالص. ولو ما عنديش بيض فرزه ما بشغلش بالي باي بيض او باي حاجه لسه ايه للروم. فانا عشان عندي متوفر عندي بيض فرز على طول باستمرار، فاللي موجود عندي بحط منه رود الطيور بتاعتي. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله. طلعنا كتكوت تركي واتنين بلدي، فربنا يبارك للجميع ويرزق الجميع الخير يا رب، اللهم امين. يلا بينا بقى نشوف البط بتاعنا اللي في العشه التانيه بقى، والايه والرومي والفراخ البزراميط، نحط لهم كميه البيض اللي موجوده معانا دي. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله، ويرزق الجميع الخير يا رب، اللهم امين. الطيور بتاعتنا الكبيره هي، الله اكبر، ربنا يبارك. الديك الرومي بتاعنا التاني بدا ان هو يخصب، بدا يضرب ويكركر في المكان مع الديك، فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. فانا خلاص بقى الرومي بتاعي اللي هناك ما عادش الا واحده بس اللي بتبيض، فانا قررت ان انا اجيبهم واحطهم هنا واودي الديك بتاع والدتي ليه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. شايفين الروميه راقده والرومي نايم فوق منها. انا مش هكتر لهم علف، انا عايزه احط لهم البيض يستفادوا منه، فمش هكتر علف. هما لسه قدامهم كميه علفه، هي تفرك لهم البيض عليها كده. هوريكم دلوقتي الرومي بتاعنا والفراخ والدنيا اهوت. بسم الله ما شاء الله، هيتجمعوا كلهم الوقت ياكلوا من البيض، سواء فراخ رومي اي حاجه، لان انا معوده طيوري كلها على البيض، عشان لو متوفر عندي بحط للطيور، مفيش اي مشكله بالنسبه لي خالص. اهو هحاول اجيب كمان شويه علف لان العلفه عويله، وعشان الطيور كلها تاكل، لان معانا كميه من البط اهو. البط بتاعنا اهو بسم الله ما شاء الله، لما لقيته كبر والمكان بدأ ان هو هناك يتبلل ويتوسخ، فقلت لا ما بدهاش بقى اجيبه هنا مع الرومي والفراخ البزراميط، المكان هنا واسع، فقلت اجيبهم هنا بقى ايه، ياخدوا لهم 20 يوم كده ولا حاجه، وبعدين ان انا ايه اعزل كل حاجه لوحدها. الرومي محتمل ان شاء الله دفعه الرومي دي والدفعه الثانيه يمشوا بكره اكيد، يعني الله اعلم،
ممكن يمشوا وممكن لا، لسه مش عارفه برضو، لان اللي طالبهم قال لي هياخدهم، بس لسه مش عارفه هل هو هياخدهم او هيسيبهم. فربنا يبارك يا رب، طالب مني سمان وطالب منه رومي، فان شاء الله ربنا ييسر الامور للجميع. لو اخدهم وصدق معايا تمام هيمشوا بكره، ما اخدهمش هيفضلوا معانا ان شاء الله. فربنا يبارك، لان كنتوا عارفين ان ما كنتش ناويه ابيع من السمان، اللي هي الدفعه الكبيره اللي موجوده عندي، ما كنتش ناويه ابيع منها خالص، اللي هي الدفعه اللي انا عيناها لاخر الشهر، ما كنتش ناويه ابيع منها، هسيبها للمناسبه بتاعتي. فخلاص انا همشي الدفعه ديت وهذبح الكبير للمناسبه وارجع رب جديد للانتاج وخلاص. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله، ويرزق الجميع الخير يا رب، اللهم امين. اطلعي يا حاجه كده، عدي اجيب بس شويه علف وارجع لكم. اوعى ما اجيبلكوا شويه علف، انا عندي دور برد بسخونيه مبهدلني احلى بهدله، وبنزل عند الطيور نفسي بيتكتم بزياده، يعني ببقى نازله عند الطيور ربنا الاعلم بيا انا ماشيه ازاي. كنسل الاوضه دي النهارده ومروقاها على طول، لازم اكون كنسلها باستمرار عشان اللهم صل على محمد، الحر والكلام ده ما ياثرش على الطيور بتاعتي. والعشبه الجميله بتاعتنا ديت هناخد منها شويه كده اهيت، دي العشبه الشواكي اللي انا كنت مصوره معاكم ووريتها لكم. العشبه دي جميله جدا جدا وممتازه يا جماعه، هتدخلوا على قناه منوعات هتلاقوني حاطه منها للطيور الصغيره كلها، لانها مفيده جدا جدا للطيور، بتمنع الاسهالات وبتمنع اي بكتيريا او اي فيروس، مضاد سموم مضاد حيوي ورافع مناعه، ممتازه جدا جدا ومطهر للامعاء بتاعه الطير بتاعك. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق الجميع الخير. في ناس كتير عارفه العشبه وفي ناس مش عارفاها. امسك بقى كده بالعشبه بكله مع بعضه كده، نديله تقليبه كويسه مع البيض مع كل حاجه عشان نوزع على الطيور بتاعتنا كلها اهو. الطيور دي برده كانت اتعدمت مع السمان جوه، السمان بيبهدل الطيور يا جماعه، لان السمان زي ما قلت لكم حركته كبيره جدا جدا وبيطير وبيخبط في الطيور وبيبهدل الدنيا، فحركته كبيره جدا جدا وبيقعد يخصب في الطيور فبيبهدلها. يعني السمان وقت ما بيبدا يخصب تلقوه ما بيدورش بقى سمانه فرخه حمامه اللي موجود قدام منه، بيبدا يخصب فيه فبيبهدل الدنيا. فالطيور بتبقى مع السمان المفروض تتفصل بعد ما يعدي ال20 يوم، تفصلي اي فراخ موجوده مع السمان، لان بيبهدلهم فعلا حقيقي بيبهدلهم كده زي ما انتم شايفين حضراتكم اهوت. هنبدا بقى نقسمهم على العلفتين عشان الطيور كلها تاكل. العشبه بتاعتنا اهيت او البذور بتاعتنا موجوده في العلف كله اهو، فهنقسمهم في العلفتين عشان البط ياكل والفراخ وكل الطيور بتاعتنا تاكل. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. بس انا بعلفهم بحط لهم شطه، بس عشان انا حاطه بيض مش هينفع احط شطه اهو. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا يبارك يا رب. كل الطيور قدام منكم، الله اكبر الله اكبر. انا مش بحب اصور عن قرب يا جماعه، بس الطيور بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا. ربنا يبارك للجميع ويرزق الجميع الخير يا رب، اللهم امين. صلي على محمد. والسلام. لو حد محتاج دفعه البط ديت انا تمام، مفيش اي مشكله بالنسبه ليا خالص، برضو معروضه للبيع. لو حد حاببها معاكم وتحت امركم، مفيش اي مشكله بالنسبه لنا خالص. الرومي هو الله اكبر. ربنا يبارك يا رب، حجمهم اكبر من الدفعه اللي بعتها المره اللي فاتت. ربنا يبارك لصاحب النصيب ويرزق الجميع الخير يا رب ان شاء الله، ويبارك ليا ولكم امه محمد اجمعين. زي ما انتم شايفين حضراتكم دي كان الفيديو بتاعنا النهارده، ودي الحاجات اللي حطيناها لطيورنا. ربنا يبارك يا رب. عشان بس اللي كان بيسال وبيقول لي، اللي كان بيقول مش فاكر هي ست او راجل الله اعلم، كان بيقولوا ينفع هي بتاع واحده، ينفع ان انت تحطي الرومي مع السمان من غير ما تحضنيه؟ ينفع جدا جدا، مفيش اي مشكله بالنسبه لنا خالص. فربنا يبارك يا رب ليا وليكم والأمة محمد اجمعين، ويرزقنا ويرزقكم جميعا الخير ان شاء الله. استنونا في فيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.